تصنيف البيانات مكانيا. سنقوم الآن بتصنيف الأراضي اعتمادا على قيمة وأسعار هذه الأراضي. ننقر بزر الفأر الأيمن ونختار Properties. نختار Symbology وننقر على الأمر Quantities ونختار Graduate Color، ومن قائمة Fields وبالتحديد من قائمة Value نختار الفيلدز Value. نلاحظ الآن ظهور تصنيف الأراضي اعتمادا على الأسعار. نلاحظ أن هناك 5 تصنيفات للأراضي. باستطاعتنا تغيير هذه التصنيفات على حسب المطلوب، إما أقل من 5 أو أكثر من 5 تصنيفات. ويمكننا أيضا التحكم في متغير هذه الأسعار بأن نجعلها على سبيل المثال أرقاما عشرية بحيث تظهر منظمة ومرتبة، وذلك بالنقر على الأمر Classification، ومن قائمة البريك فاليو يمكننا إدخال الأرقام التي نريدها. نلاحظ الآن تغيير التصنيف. لقد تم تصنيف الأراضي اعتمادا على الأسعار.